كثير يقولوا أنه هذا الحلم تبخر، ما عادش نجموا نحكيوا على اتحاد المغرب العربي. يجب نفهموا وأن الخيار المغاربي ما كسروش الملك، ما كسرتوش المملكة المغربية، كسروه اللي يلعبوا بالنار. شكون شهر الحرب على المغرب؟ مع الجزائر. يعني النظام العسكري الجزائري. شكون منع الجزائر وحط لها ساقها في الركاب واستعادت السيادة متاعها؟ جيرانها المغرب وتونس. لكن الانقلاب متاع الجزائر على تونس وعلى المغرب اللي احنا افتكوا منا مئات الكيلومترات من الصحراء، فهمت، اللي رضخ لها حبيب بورقيبه. الحسن الثاني ما رضخش، وحقه انه ما يرضخش، شهروا عليه الحرب. واللي اليوم الحرب قائمه، والحرب ماهوش هو وحده معناها شادت فيها. احنا تونس كذلك ضحينا بالصحراء، والهجوم الوحيد اللي نزل علينا بعد الاستعمار هو العدوان على قفصة. يعني حرب ضد تونس وحرب ضد المغرب معنا من طرف النظام العسكري الجزائري. لكن النظام العسكري الجزائري الكلنا نعانيه منه بما فيه الجزائريين، هما اللي حطموه. النظام هذا يتحطم. ولذا المرة الأخيرة اللي تحدثت معكم كنت أملي أن النظام الجديد اللي باش يكون ديمقراطي، لأن الحراك الجزائري استوعب القوة الديمقراطية اللي معنا تعصف بالمنطقة هنا. اعتقادي أن لو النظام الجزائري معناها يتخذ القرار الديمقراطي الصحيح ففتح المسار في بناء المغرب الكبير يتأكد، وإذ ذاك الجزائر تربح، لكن المغرب وتونس يربحوا أكثر، لأننا نخرج من منطق الحرب ومنطق تحقيق الخريطة الاستعمارية في الدول المستقلة. نحن تونس ما نمنش معنا بالخريطة الاستعمارية، المملكة المغربية ما تمنش بالخريطة الاستعمارية، الجزائر تولات وأنها تأكد وترسخ الخريطة السياسية الاستعمارية في المنطقة. هذا سيد أحمد هذه قراءة